المغرب. تخيلوا أنفسكم تدخلون عالماً من الألوان النابضة للحياة، والروائح التي تأثر الحواس، وأصوات ثقافة عريقة نابضاً بالحياة. تخيلوا أسواقاً صاخرة تعج بالتوابل والكنوز. تصوروا مساجد مهيبة تصل إلى السماء. منذ اللحظة التي تصلون فيها سيتم الترحيب بكم بدفء يدخل القلب دون استئذان. إن شعب المغرب بابتساماته الصادقة وكرمه سيجعلكم تشعرون وكأنكم ضيوف مرحب بهم في بيوتهم. سواء كنتم تتجولون في الأزقة المتداخلة للمدينة القديمة أو تشربون الشاي بالنعناع في رياض تقليدي، فسوف يأسر السحر المغرب قلوبكم في كل منعطف. المغرب بلد التناقضات، حيث القديم والحديث يتعايشان في وئام تام. يمكنكم أن تجدوا أنفسكم تساومون على سلع يدوية الصنع في سوق يعود تاريخه إلى قرون، وبعد لحظات تستمتعون بوجبة لذيذة في مقهى أنيق. هذا المزيج الفريد من القديم والجديد، من التقاليد والحداثة، هو ما يجعل المغرب وجهة ساحرة. لذلك جهزوا حقائبكم واستعدوا للانطلاق في مغامرة لا تنسى. ينتظركم المغرب على استعداد لسحر عقولكم بجماله وسحره وإمكانياته اللامتناهية للاستكشاف. مراكش، المدينة الحمراء، هي وليمة حقيقية للحواس، فهواؤها يعج بالحياة. ادخلوا ساحة جامع الفن لتحسوا بنبض مراكش. تجولوا في الأسواق متاهة من الشوارع الضيقة. اكتشفوا الكنوز المخبأة. ساوموا على التوابل، المنتجات الجلدية والأقمشة الملونة. انغمسوا في مناظر وروائح هذا السوق النابض بالحياة. زوروا قصر البهية. انبهروا بالزليج المعقد والأفنية الهادئة. لا تفوتوا زيارة قبور السعديين، جوهرة مخفية من الجمال الرائع. اهربوا من صخب المدينة في حديقة ماجوريل. استمتعوا بالمباني الزرقاء النابضة بالحياة والنباتات الغريبة. اعثروا على الهدوء في هذه الواحة الساحرة. فاس، قلب المغرب الثقافي، تنقلكم إلى الوراء. فهذه المدينة القديمة بمدينتها المتاهية وتقاليدها الخالدة تقدم لمحة عن حقبة ماضية. استعدوا للانبهار بتاريخها الغني وثقافتها النابضة بالحياة ورائحة دباغة الجلود التي تأثر الحواس. ادخلوا فاس البالي، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وفقدوا أنفسكم في متاهة أزقتها الضيقة. اكتشفوا الباحات المخبأة والمساجد القديمة ورش العمل الصاخبة. جربوا الحياة كما كانت قبل قرون. زوروا مدبغة الشوفارة، منظر سيبقى في ذاكرتكم. شاهدوا عملية دباغة الجلود التي يعود تاريخها إلى عصور السحيقة. انبهروا بمهارة الحرفيين. لا تنسوا التقاط الألوان النابضة بالحياة والروائح النفاذة. استكشفوا المدارس، مدارس إسلامية قديمة للتعلم. معجب بالزليج المعقد والهندسة المعمارية المذهلة. عودوا بالزمن إلى الوراء وتخيلوا العلماء الذين درسوا هنا ذات مرة. استمتعوا بعشاء مغربي تقليدي مع عائلة محلية. تذوقوا نكهة الطواجن، الكسكس والشاي النعناع. الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية الصاخبة للمغرب، تقدم منظوراً مختلفاً. فهذه المدينة العصرية بهندستها المعمارية التي تعود إلى حقبة آرت ديكو وأجوائها العالمية تنبض بطاقة فريدة. استكشفوا شوارعها الواسعة ومقاهيها الأنيقة وحياة الليل النابضة بالحياة، وكل ذلك أثناء اكتشاف تاريخها الغني وتراثها الثقافي. زوروا مسجد الحسن الثاني، تحفة فنية من العمارة الإسلامية الحديثة. انبهروا بحجمه الضخم وتفاصيله الدقيقة. معجب بالسمعة الشاهقة الأعلى في العالم. جربوا القلب الروحي للدار البيضاء. تنزهوا على طول الكورنيش، ممشى الدار البيضاء النابض بالحياة على شاطئ البحر. استمتعوا بهواء البحر المنعش وشاهدوا غروب الشمس فوق المحيط الأطلسي. اعثروا على مقهى واحتسوا شاي النعناع وانغمسوا في الأجواء. هذا هو المكان المثالي للراحة ومشاهدة الناس. استكشفوا حي الحبوس، مزيج من العمارة الإستي كولونيالي الفرنسية والمغربية. اكتشفوا الساحات المخبأة والمقاهي الساحرة والمحلات التجارية الفريدة. اعثروا على الكنوز في سوقها الصاخب. جربوا سحر هذا الحي الفريد. شاهدوا فيلماً في سينما ريالتو، وهي سينما آرت ديكو تم ترميمها بشكل جميل. خارج المدن الصاخبة ينكشف المغرب في نسيج من المناظر الطبيعية التي تأخذ الأنفاس. من جبال الأطلس الشامخة
إلى الصحراء الكبرى التي لا حدود لها، تنتظر المغامرة في كل منعطف. اكتشفوا الواحات المخبأة، واستكشفوا القصور القديمة، وجربوا الجمال الخام لعجائب المغرب الطبيعية. سير في مضيق تودغا، وهو وادي دراماتيكي ذو منحدرات شاهقة. انبهروا بحجم هذا العجب الطبيعي وجماله. تحدوا أنفسكم بتسلق أو استمتعوا ببساطة بالمناظر الخلابة. قضوا ليلة في مخيم أمازيغي في الصحراء الكبرى. أركبوا الجمال عبر الكثبان الرملية تحت سماء مرصعة بالنجوم. جربوا صمت الصحراء وخلها. شاهدوا شروق الشمس يذهل العقول فوق الرمال التي لا حدود لها. هذه تجربة ستبقى معكم إلى الأبد. زوروا شفشاون، لؤلؤة المغرب الزرقاء. فقدوا أنفسكم في الشوارع الزرقاء الساحرة. التقطوا جمال هذه المدينة الفريدة. استمتعوا بالأجواء المريحة والسكان الودودين. شفشاون هي حلم المصورين. استكشفوا وادي دادس، وهو طريق خلاب عبر تكوينات صخرية دراماتيكية. زوروا القرى الأمازيغية التقليدية، وجربوا طريقة حياتهم الفريدة. من أكثر جوانب المغرب جاذبية هو دفء شعبها. يشتهر المغاربة بكرم ضيافتهم. سيرحبون بكم بأذرع مفتوحة، ويجعلونكم تشعرون وكأنكم في بيتك. شاركوا إناء من شاي النعناع مع عائلة محلية. جربوا طقوس تحضير الشاي. انخرطوا في محادثة وتعرفوا على طريقة حياتهم. هذه فرصة للتواصل مع قلب الثقافة المغربية. لا تخافوا من طلب التوجيهات أو بدء محادثة. المغاربة بشكل عام مفيدون للغاية وحريصون على مشاركة ثقافتهم. قد تدعون حتى لمشاركة وجبة أو زيارة منزلهم. اغتنموا الفرصة لتعلم بعض العبارات العربية الأساسية. حتى كلمة شكراً البسيطة لها وقع كبير. سيتم تقدير جهودكم، وستعزز تفاعلاتكم مع السكان المحليين. السفر إلى المغرب سهل نسبياً وبأسعار معقولة، مما يجعله وجهة في متناول جميع أنواع المسافرين. إليكم بعض النصائح العملية لمساعدتكم في التخطيط لرحلتكم. أفضل وقت لزيارة المغرب هو خلال فصل الربيع مارس مايو، والخريف سبتمبر نوفمبر. الطقس ممتع والحشود أقل. قد يكون الصيف حاراً جداً، خاصة في المناطق الداخلية. المغرب دولة مسلمة، لذلك من اللباقة ارتداء الملابس المحتشمة، خاصة عند زيارة الأماكن الدينية. جهزوا ملابس خفيفة وفضفاضة تغطي أكتافكم وركبتيكم. يمكن أن يكون الوشاح مفيداً لتغطية رأسكم. سيؤدي تعلم بعض العبارات العربية الأساسية إلى تعزيز تفاعلاتكم مع السكان المحليين. أبدأوا بالتحيات مثل السلام عليكم وشكراً. لا تخافوا من تجربة مهاراتكم اللغوية. المساومة هي ممارسة شائعة في الأسواق. لا تخافوا من التفاوض على الأسعار واستمتعوا بذلك. أبدأوا بتقديم نصف السعر المطلوب وشقوا طريقكم صعوداً. تذكروا أن تبتسموا وتكونوا محترمين. المغرب هو بلد سيبقى معكم لفترة طويلة بعد مغادرتكم شواطئه الساحرة. من الأسواق الصاخبة إلى الصحاري الهادئة، من جبال الأطلس المغطاة بالثلوج إلى المدن النابضة بالحياة، يقدم المغرب نسيجاً من التجارب التي ستأثر حواسك وتغذي روحك. فماذا انتظرون؟ جهزوا حقائبكم واحتضنوا المجهول، ودعوا المغرب ينسج سحره عليكم. ستبقى مناظر المغرب وأصواته وروائحه معكم لفترة طويلة بعد عودتكم إلى المنزل، كتذكير دائم بالجمال والعجب الذين ينتظران أولئك الذين يتجرؤون على الاستكشاف.